أهلا بيكم يا أحلى متابعين. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تسمعوا حكايات ما حصلتش قبل كده. اللي هقوله النهاردة مش خيال، دي حكاية حقيقية حصلت لي أنا شخصياً ومش قادرة أنساها لحد دلوقتي. كنت تعبانة شوية وراسي بيلف وظهري وجعني، وفجأة سمعت الباب بيخبط. فتحت لقيته هو ابن أخي. أول ما دخل قال لي سلامتك يا عمتو، ألف سلامة. أمي قالت لي إنك تعبانة قوي. قلت له إيه اللي موقفك؟ طيب ادخل ارتاح جوه على السرير. قلت له والله مش عارفة أقولك إيه، ظهري بيوجعني بطريقة غريبة. قال لي طب ما فيش أي علاج؟ قلت له هو المرهم ده، لكن بس مين هيعملهولي؟ أنت عارف يعني ما فيش حد يعرف يدهن لنفسه ظهره. قال لي طب تعالي ادخلي معايا الأوضة وأنا هعملهولك كده بنفسي. كنت مكسوفة منه، شاب وخلاص على وش جواز، لكن تعبي والوجع اللي كنت حاساه بيه قلت خلاص بقى ما بدهاش. وفعلا دخلت الأوضة. أنا سعاد، عندي 48 سنة، متجوزة من 20 سنة. جوزي على قد حاله، كان طول الوقت بره البيت، وكمان أنا طول اليوم جوه البيت قافلة على نفسي، ولا بروح ولا باجي. بالرغم من اللي يشوفني ما يدينيش أكتر من 30 سنة، وكل جيراني ومعارفي يقولولي إزاي وافقتي على واحد زي كده؟ ده أنتي كنتي تتجوزي جوازة أحسن من دي بكتير. لكن أنا كنت دايما بقول النصيب، وعلشان كده بصراحة كنت باخد موانع تمنعني من الخلفة. ما كنتش عايزة أربط نفسي بيه، أصلا أنا كنت حاطة في حساباتي إني أكيد هيجي اليوم اللي أنا وهو نسيب فيه بعض. مرت السنين وبصراحة لقيته راجل طيب معايا، لكن يعني في الأمور الزوجية مش طيب خالص، ومفيش أي حقوق منه باخدها. يعني ممكن الموضوع ده يحصل مرة كل شهر، وده إذا حصل يعني، وبعد خناق وحاجات كتير. علشان كده طهقت من العيشة معاه. قلت له بقولك إيه، إحنا بينا عشرة طويلة، وما ينفعش نيجي على آخر الزمن نروح المحاكم ونقف قصاد بعض. قال لي إيه اللي انتي بتقوليه ده؟ قلت له اللي بقوله لك لازم تسمعه، طلقني. وطبعا أنا أول ما اتجوزته شرطت عليه إنه يكتب لي الشقة باسمي، علشان كده معرفش يعني إيه اللي خلاني أعمل في نفسي كده واتجوزه. المهم فضل يتحايل عليا إنه هيغير من نفسه، لكن أنا خلاص كنت مقررة. وفضلنا على الحال ده لحد ما قررنا خلاص إن إحنا ننفصل. قال لي طب أنا هروح فين؟ أنا ماليش مكان غير هنا. قلت له يا حبيبي أنا معرفش تروح فين ولا تيجي منين، المهم طلقني. فعلا طلقني وسابني ومشي، وفضلت أنا قاعدة في البيت لوحدي. ومن وقت للتاني كان ابن عمي بيجي يسأل عليا، ابن أخي، شاب كان لسه ما اتجوزش لكنه كان في عمر الجواز. كانت دايما أمه تقول لي قعديه معاكي شوية وعقليه واتكلمي معاه. لكن بصراحة الواد ده كل ما كان يجي عندي أعصابي تتعب، بيحط برفان، علشان كده ما أقولكوش بيخليني مش على بعضي، وأبقى بصراحة مش عارفة أمسك أعصابي، ولاقي نفسي اتحجج له بأي حاجة علشان ينزل من عندي، وأنا ده أقعد أفكر في نفسي هعمل إيه. أصل بصراحة ما كنتش ملمومة على بعضها، كان نفسي قوي في أي حاجة يعني من الموضوع ده. ما كنتش عارفة أعمل إيه، حتى لما حاولت أنا يعني الموضوع ما جابش نتيجة. واضح كده إني أنا عايزة عسكري يكون واقف طول الوقت، وما كنتش عارفة أعمل إيه ولا حتى أجيبه منين. لحد ما في يوم قمت من النوم وظهري كان تعبني جدا، ما كنتش عارفة أتحرك حتى، وقلت لنفسي أحاول أقيم كده وأتحرك، يمكن نمت غلط ولا أي حاجة. لكن ما كانش فيه أي فايدة، مهما أعمل وساوي برضه ما فيش فايدة. وفضلت على الحال ده لحد بعد الظهر. بنت عمي بتكلمني قالت لي مال صوتك، شكلك تعبانة. قلت لها يا حبيبتي والله، وحكيت لها اللي حصل معايا. قالت لي هوصف لك دكتور إن الاقيه شاطر بشكل ما أقولكيش. وفعلا وصفت لي الدكتور ورحت له، وكتب لي على مرهم وحقن وحاجات زي كده. ورجعت البيت، وواضح بقى يعني إن بنت عمي قالت لابنها. علشان كده يا دوبك رجعت البيت وقعدت شوية لقيت جرس الباب بيرن. أول ما فتحت له لقيته بيقول لي الكلام اللي قلته لكم في الأول. معرفش بقى إيه اللي خلاني أسمع كلامه، ودخلت مع الأوضة علشان يدهن لي المرهم، لكن بدل ما أنام على وشي علشان يدهن لي على ظهري لقيته بيقول لي لا نامي على ظهرك يا عمتي. قلت له إزاي بس وده ينفع يا ابني؟ أنا ظهري هو اللي تعبني. قال لي اسمعي بس الكلام، أنا عايزك تاخدي المنديل ده. قلت له ده إيه ده؟ قال لي عايزك تحطيه على عينيكي، وعايزك تحلمي وتغمضي عينيكي وما تحسيش بحاجة، وتحاولي بس إن جسمك. وسمعت كلامه، لكن عمايله خلتني وأنا مغمضة عينيا مش عارفة أمسك نفسي، وبقيت أقول له جرى إيه يا واد، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت ما بتردش ليه؟ وفجأة لقيته مسك إيديا الاتنين وربطهم بقى مش عارفة بإيه، وقال لي استني يا عمتي أنا دلوقتي هعمل لك الحاجة اللي تخليكي مرتاحة بيها طول العمر. قلت له أنت ناوية تعملي إيه؟ أنت أكيد اتجننتي يا واد. وفجأة ما أقولكوش بقى على اللي حصل، لدرجة إن أنا صرخت مرة واحدة. قلت له إيه ده؟ إيه اللي أنت عملته ده وبتحط ده؟ قال لي في إيه؟ استني بس أنا دلوقتي هخلي كل حاجة ولقيته بقى شغال فوق وتحت ويمين وشمال، وأنا رحت في دنيا غير الدنيا، لدرجة إن أنا كنت حاسة إني بجد
بجد بحلم وده مش حقيقي. أصل اللي كان بيحصل ما كانش طبيعي أبدا، لكن بصراحة هو عارف إزاي يخليني مبسوطة. واليوم ده ما كنتش عايزاه يخلص. أي نعم ما كنتش مبينة له كده، لكن برضه اللي كنت حاساه حاجة فوق الخيال ما تتوصفش. وفضلنا على الحال ده طول الليل لحد ما الساعة عدت تيجي 4 الفجر. وبعد كده لقيت بنت عمي بتتصل بيا. قلت له طب فكي لي إيديا هرد عليها. قال لي قولي لها إن أنا بايت عندك ونايم من ساعة ما جيت. وفعلا رديت على بنت عمي، ولما سألتني عليه قلت لها ده هو جه علشان يطمن عليا. وعقبال ما دخلت عملت حاجة مشربها، طلعت لقيته نايم على الكنبة. سيبيه عندي بقى للصبح. وقفلت على أخي وهي مطمئنة على ابنها، لكن أنا ما بقتش عارفة أعمل في نفسي إيه. علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا تفيدوني وتقولوا لي أعمل إيه وأتصرف إزاي. أنا خلاص ما بقتش عارفة أفكر. يا ريت في أسرع وقت تقولوا لي على حل أعمله، وأنا متأكدة إنكم هتفيدوني وتقولوا لي أعمل إيه وأتصرف إزاي.